الفيديو بتاع النهارده فيديو قوي جدا لان احنا معانا النهارده احدث موبايل من شركه شاومي وهو الشاومي 15. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معاكم عمر هنا في فيديو جديد واهلا بكم في حلقه جديده. النهارده معانا موبايل جديد وموبايل قوي جدا جاي من شركه شاومي وهو الشاومي 15. بيقدم قيمه قويه جدا مقابل السعر بتاعه في الفئه اللي هو جاي بيها، وهي فئه يعتبر الفلاجشيب. موبايل جاي علشان يقدر ينافس موبايلات زي الابل والسامسونج، يقدر ان هو ينافسهم في الكاميرات وكمان في الشاشه. واللي انا كمان مبهر بيه ان المره دي هي كمان جايه بسوفت وير جديد عشان تقدر ان هي تنافس كمان في السوفت وير. وعايز بس ادي ملحوظه صغيره جدا وانا بتكلم. اولا انتوا طبعا شايفين ان القناه دلوقتي في تطور، وده طبعا بفضلكم جدا، والحمد لله احنا هنوصل خلاص 1000 مشترك في حاجه قريبه جدا. احنا 970 وطبعا هنوصل لل 1000 قريب جدا. فطبعا الرقم اللي احنا فيه لغايه دلوقتي طبعا ما يسمحش ان انا يكون عندي سبونسر. اصلا ما فيش سبونسر هيجي يعمل حاجه عندي في القناه. فبالتالي الناس اللي بتقعد تقول لي انت بتطبل لشاومي او بتطبل لشركه معينه، انا ما عنديش اصلا سبونسر عشان اطبل له. يعني انا لو عندي سبونسر كنت ممكن اقول لك مبلوعه، ولكن انا اصلا ما عنديش سبونسر لحد. فانا اللي بعمله ده كله هو اجتهاد شخصي، واللي انا بشوفه واللي انا بقعد اذاكره واللي انا بشوفه فعلا شاومي متفوقه في موبايلات كتير جدا وما زالت متفوقه. ولازم تعرف ان شاومي هي اللي عملت الفئه الاقتصاديه، هي اللي عملت اسم للفئه الاقتصاديه. ولكن طبعا مش لازم ان هي تفضل كويسه على طول، ولكن في موبايلات من شاومي وحشه كتير زي الريد 13 سي والريدمي نوت 12 الجديد. كل الحاجات دي مش حلوه، مش عجباني، في حاجات احسن منها. ولكن انا بتكلم في الحاجات الكويسه. الحاجات الكويسه بقول عليها كويسه، والحاجات اللي مش كويسه مش بقول عليها كويس. بس ده كل الفكره كلها عشان تبقى بس معايا في الصوره، ويكون تعرف ان المصداقيه بتاعتي حقيقيه. انا مش بتكلم على حاجه معينه والتاني لا. بس دي الفكره كلها. انا اي موبايل بيدي قيمه مقابل سعر انا ببقى بديله تعظيم سلام، حتى لو كان وصلت. يلا بينا نبدا. بس ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يجيلك فيديوهاتنا كلها اول باول. ويلا بينا نبدا. اول حاجه هنتكلم عليها وهو البوكس بتاع العلبه اللي بيجي فيه كل حاجه. عندك هنا الشاحن وسلك الشاحن، اللي الشاحن هنا بيجي ب 90 واط، ودي حاجه غريبه شويه لان ال 14 تي برو اللي احنا عملنا عليه فيديو موجود في القناه كان بيجي ب 120 واط، هنا بيجي ب 90 واط بس مش عارف ليه. ولكن هنا كمان الموبايل بيجي كمان بكفر من الجلد نفس اللي كان موجود في ال 14 تي برو، نفس الجلد اللي موجود. ودي حاجه كويسه جدا ان هي بدلت السيليكون من الجلد علشان يبقى قاعد فتره طويله معاك من العمر ما يحصلوش اي حاجه، ودي حاجه كويسه جدا. تعالى كمان بقى نتكلم عن الديزاين بتاع الموبايل اللي هو هنا اصلا بيجي بالسمك الكبير بتاع الايفون وبتاع الموبايلات العصريه. الموبايل ده هتلاقي ان هو بيشبه الايفون في حاجات كتير قوي، فهتلاقيني بقول كلمه الايفون كتير لان هو حتى في السمك بتاعه وكمان في الشاشه بتاعته اللي احنا هنيجي نتكلم عليها قدام شويه بيجي بكل حاجه يعتبر شبه الايفون. الموبايل هنا الظهر بتاعه بيجي من الزجاج، وكمان الفريم بتاعه بيجي من الالومنيوم. وكمان لو انت بصيت هنا على حواف الموبايل فانت مش هتلاقي اي فتحات. الاي ار سنسور مش موجود، المايك العزل بتاع الضوضاء مش موجود. ولكن هو ده مش معناه ان هو مش موجود، لا هو مش موجود في الفريم. ولكن لو انت بصيت على المربع بتاع السماعات ودققت فيه هتلاقي ان في كده فتحتين صغيرين، وهي دي مايك العزل للضوضاء والاي ار سنسور، علشان بس يخلوا الفريم بتاعه كله مقفول من غير فتحات. يعني هو بس عملوه كده. طبعا مفيش مدخل سماعات 3.5 مللي للاسف. وطبعا انت عندك هنا مدخل التايب سي، وعندك كمان هنا السماعات اللي هي طبعا ستيريو سبيكر. فطبعا انت بدل ما كنت بتحول كده بالموبايل فانت هتحول كده اكنك انت بتصور، علشان تقدر ان هو يوجهه على اي حاجه سمارت عندك في البيت. تعالى بقى نتكلم عن الشاشه الموجوده هنا اللي هي الشاشه خرافيه جدا. واول حاجه انا اقولها لك ان حجم الشاشه هو هنا 36 بوصه، فهي من الحجم الصغير. ودي اول حاجه شاومي جايباها عشان تقلد بيها الايفون، اللي هو الايفون زي ال 15 ال 14 اللي هي بيبقى مش ال 14 برو ماكس تلاقي الشاشه بتاعته كبيره، لا هي جايه بالنسخه الاصغر شويه. فده طبعا عشان هو الشاومي 15 مش الشاومي 15 برو، فهي جايه بالشاشه الاصغر. ولكن هي حرفيا انت مش هتحس ان هي شاشه صغيره بسبب عدم وجود حواف موجوده في الشاشه بتاتا. موجوده في الشاشه، مفيش حواف موجوده في الشاشه، فبالتالي انت بتحس ان انت ماسك موبايل كله شاشه حرفيا، فمش بتحس ان هو صغير. ده غير كمان جوده وحلاوه الشاشه اللي موجوده هنا هي ال تي بي او اوليد، تدعم ال اتش دي ار 10 والدولبي فيجن وال 120 هرتز، توصل ل 3200 نتس. طبعا مش اعلى حاجه، ولكن طبعا ستيل الرقم ده اصلا لوحده مخيف. 1200 في 2670 بكسل بكثافه بكسلات 460 بكسل لكل بوصه، وده رقم عظيم جدا في الحجم بتاع الشاشه ذات نفسه. كمان الالعاب بتاعتها 20 ل 9 اللي هو الحاجه الجديده اللي موجوده دلوقتي. فطبعا انت هتاخد تجربه الوان ومشاهده للافلام ممتازه جدا وعظيمه جدا. المبهر هنا بالنسبه لي مش في كواليتي الشاشه قد ما هي الموبايل اصلا كله شاشه. دي الفكره بالنسبه لي، الموبايل كله شاشه شكله مبهر جدا وشكله تحفه جدا، بغض النظر عن صغر سنه او صغر حجمه. مش صغر حجمه اصلا عن بقيه الموبايلات الموجوده في الفئه دلوقتي بتاعته، ولكن الموبايل يعتبر كله شاشه. ودي الحاجه الحلوه اللي انت لو مسكته مثلا قدام موبايل تاني ممكن يكون اكبر منه في الحجم فعليا، ولكن انت ممكن تحس هنا ان الشاشه صغيره شويه بسبب الحواف اللي موجوده. ولكن عكس هنا تماما، هنا الحواف يعتبر مش موجوده خالص. وطبعا
الشاشه بيعتبر فيها كل حاجه، ما فيهاش اي حاجه ممكن ان انا اقول عليها غير ان هي ممتازه جدا. تعال برضه نتكلم عن الحاجه الجميله جدا الموجوده في الموبايل، ان هو هنا الموبايل بيجي باول معالج موجود في العالم يستخدمه الموبايل ده، وهو السناب دراجون ال 8 اليت. بيجي كمان بمعماريه ال 3 نانومتر، ودي يعتبر اول معماريه برضه يجي بيها المعالج ده. كل المعماريات اللي موجوده في نفس الفئه بتيجي ب 4 نانومتر، ودي اقل حاجه، ولكن المره دي ده 3 نانومتر، فهيبقى موفر معاك في البطاريه بشكل اكبر من الاربعه. الموبايل كمان بيجي بذاكره داخليه 250 جيجا ب 12 جيجا رام من نوع اليو اف اس 4.0، مع كمان واجهه شاومي الجديده اللي انا لسه اتكلمت عليها في اول الفيديو، اللي هي الهايبر او اس 2.0، ودي عكس الهايبر او اس الاولانيه. وهم عملوا الحركه دي مع كمان الاندرويد 15 ومع المعالج عشان يقدروا يدوا السلاسه اللي موجوده في السوفت وير ده. الموبايل ده اي ابلكيشن بتفتحه او بتقفله بيديك انيميشن زي اللي موجود في الايفون، يعتبر شبيه ليه. ولكن اللي كان بيحصل زمان ان الشاومي كانت عامله كده زمان، كانت عامله الحوار الانيميشن اللي هو بيقلد الايفون، ولكن هو فشل معاها فشل ذريع، لان هو كان من اول ما تجيب الموبايل وتطلعه من العلبه كان بيعمل الانيميشن مره واحده وتاني مره والثالثه والرابعه والخامسه وال100 الثانيه ما بيعملوش، وبيعلق ويبقى فيه ديلي كده، وبيبقى فيه لاج ما بين التنقل ما بين التطبيقات بسبب الحركه دي. وبعد كده هم شالوها خالص من السوفت وير بتاعته. ولكن المره دي رجعوا تاني بالهايبر او اس اللي هو اسلس بكتير من الهايبر او اس الاولاني، وبيعملوا الحركه دي بمنتهى السلاسه، عاملين الطريقه للانيميشن بتاعت البرامج بمنتهى السلاسه، مفيش مره بتليج معاك وانت بتتنقل ما بين التطبيقات او انت بتقفل التطبيق وبتفتحه تاني. والمره دي بيوريك فعلا قدره شاومي عن ان هي تقدر ان هي تقوي من نفسها بشكل كبير. وده الحاجه الجميله جدا في كمان في السوفت وير بتاعه، ان انت معاك معالج قادر ان هو يساعد بده كله، ومعاك كمان سوفت وير ما فيهوش اصلا كمان حبشتكنات كتير. هي بس الميزه دي لذيذه جدا. طبعا كمان السوفت وير في كل حاجه جميله، استخدام بطيء، استخدام بسيط، استخدام قوي، كل حاجه جميله جدا زي الالعاب ما هنتكلم عليها دلوقتي. بس لازم تاخد بالك من نقطه مهمه، ان المعالج ده عشان هو جديد فبالتالي لسه الالعاب ما طورتش الالعاب بتاعتهم على المعالج، فبالتالي الموبايل ده هيقدر يشغل لك كل حاجه على اعلى حاجه او اقل حاجه 60 فريم. الموبايل ده يقدر يشغل لك بابجي موبايل على 120، ولكن حاليا هيستال 60 فريم ثابته ما بتقلش خالص لغايه ما بابجي موبايل تطور اللعبه على المعالج، لان المعالج لسه جديد زي ما انا قلت. فبالتالي هو قدام هيوصل ل 120 فريم، ده عادي جدا لان المعالج بتاعه قوي جدا. كمان هنا من تكمله الحاجات الجميله ان السماعات هنا زي ما انا قلت لك ان هي سماعات ستيريو، ولكن هي كمان بتيجي بالدولبي اتموس. هنا كمان فيها خاصيه التريبل بيز عشان تقدر تفرق ما بين الاصوات اللي موجوده حواليك، يعني مثلا لو في صوت يمينك هتقدر ان انت تميز وتعرف ان هو يمينك وشمالك وهكذا. فدي برده حركه حلوه جدا موجوده في الموبايل عشان يديك التجربه الكامله في الالعاب. تعالى برده نتكلم عن الحاجه الجميله برده هنا الموجوده في الموبايل، وهو الكاميرات اللي موجوده. الموبايل هنا عندك 3 كاميرات، والثلاثه هم 50 ميجا بكسل. اول واحده فاتحه عدسه اف 1.6 ودي الكاميرا الاساسيه، تقدر تعمل اوتو فوكس، وكمان هي هنا بتيجي ب 23 مللي، العدسه بتاعتها 23 مللي. الكاميرا الثانيه بتيجي فاتحه عدسه اف 2.0 وبتقدر توصل لغايه 3 اكس زوم بدون ما تخسر اي كواليتي. والكاميرا الثانيه هي اف 2.2 ودي الكاميرا الالترا وايد. وكمان الكاميرا السيلفي هنا هي 32 ميجا بكسل بفاتحه عدسه اف 2.2 وبتقدر تصور 4K 60 فريم. وبرده هنا الكاميرا الخلفيه بتقدر تصور 8K 30 فريم او 4K 60 فريم. واي زي ما انا قلت لك قبل كده اي كاميرا بتقدر توصل بتاعتها 8K ده معناته ان المعالج بتاعها قوي جدا. وكمان هنا الموبايل يقدر يصورك سلو موشن 1080 960 فريم في الثانيه، ولو انت وصلت لغايه الاتش دي تقدر توصل لغايه 1920 فريم في الثانيه. طبعا السلو موشن هنا هيبقى معاك حوار جدا. وطبعا الصور زي ما انا قلت لك قبل كده ان هي معتمده من شركه لايكا، فطبعا انت هتطلع صور ممتازه جدا. وهوريك برده فيديو تصويري بيوريك ازاي اللي هو بيقدر ان هو يميز مع الذكاء الاصطناعي ويديك صور سينمائيه وفيديوهات سينمائيه بطريقه ممتازه جدا وطريقه عظيمه جدا. الصور هنا الصراحه في حته ثانيه خالص، صور ممتازه، الساتوريشن والكونتراست اندور او الدور في اي حاجه تانيه في الحياه، الدنيا ضلمه، الدنيا عاليه، الدنيا قليله، اي حاجه هيصور معاك تصوير ممتاز جدا. وده التصوير اللي بيقول اديك انت هتشوف التصوير وتقول، مش اكيد مش بطبل له، انت هتشوف وهتحكم بنفسك. وهتلاقي كمان اصلا فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب بتقارنوا ما بين الموبايل الايفون 16 والسامسونج كمان الاس 24، هتلاقي ان في مقارنات كتير، وانا مش محتاج ان انا اجيب لك كمان المقارنه، انت ممكن تبص عليها واكيد انت شفتها. تعال برضه نتكلم هنا عن البطاريه اللي موجوده، وهي البطاريه لعبت ما بين البنين. قالت انا ما جبتش 6000 وما جبتش 5000، انا جبت 5400 ملي امبير، حاجه في النص كده عشان ما حدش يزعل ما بين الاثنين. زي ما انا قلت لك الموبايل بيجي اصلا موفر البطاريه بمعماريه 3 نانومتر، فهو بالنسبه لي 5400 ملي امبير. كنت اتمنى ان هو يبقى 6000 والله مش هيبقى فيه مشكله، ولكن ستيل 5400 ملي امبير يعتبر كويسين جدا. الموبايل كمان هنا بيقدر يشحن لاسلكي 50 واط، وكمان يقدر يشحن شحن عكسي 10 واط. والموبايل هنا فيه كل الكماليات، يعتبر في بروكسيميتي سنسور وفي جيروسكوب والتسارع والتقارب، وكمان هنا في كمان خاصيه NFC وجيروسكوب زي ما انا قلت من شويه. ولكن المشكله ان هو هنا ما فيهوش ولا ميموري كارد، ودي حاجه مش مشكله، بس ما فيهوش مدخل سماعه 3.5 مللي. وانا كنت شايف ان هو ببطاريه 5400 ملي امبير تقدر تحط مدخل سماعه 3.5 مللي عادي جدا. ولكن هو كان باين ان هم كانوا عايزين يخلوا الفريم يعتبر من بدون اي فتحات خالص.
لان هنا كمان الموبايل مقاوم للميه والغبار بمعيار اي بي 68، يقدر يوصل لغايه متر ونص تحت الميه لمده ساعتين. فالموبايل يعتبر قوي جدا في كل حاجه بالنسبه لي. وطبعا الموبايل كمان هنا بيجي بسعر 31000 جنيه، هو يعتبر اغلى شويه من ال 14 تي برو. بال 14 تي برو احنا قلنا عليه ان هو ب 28000 يعتبر، فده يعتبر بيجي ب 31000 جنيه، فيعتبر هو السعر مش كبير قوي ما بينهم. فلو انت عايز تجيب ال 14 تي برو فاستنى شويه لغايه ما ينزل مصر وتروح تجيب ال 15، لان انت هتستمتع بالشاشه اللي بدون حواف يعتبر. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش باللايك والسبسكرايب. معاكم عمر هاني، استنوني فيديوهات تانية كتير. في امان الله. انا ما اعرفش انا اتلعثمت ليه.